ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لمبعوثي الاتحاد الافريقي ودولة اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدورهم الفاعل للوصول الى توافق سياسي في السودان، ونثمن عاليا الجهود المقدرة التي ظلوا يبذلونها طوال فترة عملهم. بحمد الله وتوفيقه تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الافريقي وجمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية مساء يوم 27 يونيو 2019، وتمت دراسته بواسطة المجلس العسكري الانتقالي، وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي التي تقوم بالمهام الأساسية خلال الفترة الانتقالية، والتي ظل الشعب السوداني يتطلع إليها كثمرة مستحقة لنضاله الثوري المجيد الذي انحازت إليه قواته المسلحة والدعم السريع تساندها القوات النظامية المختلفة من قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. إن المجلس العسكري يتطلع سابقا للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق ينتهي بتوافق وطني يجمع كل أبناء السودان بكافة قطاعاته وفعالياته السياسية التي شاركت وأشعلت الثورة المباركة دون إخساء لأي طرف. ختاما، التحية للشعب السوداني العظيم، ونجدد له العهد بالحفاظ على أمن